السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين المحشي المشكل. محشي ممكن تاكليه في حياتك. مش شكرانية فيا ولا حاجة، انا بس بقول لكم الواقع. مفيش حد بياكل المحشي ده من ايدي الا لما بيقول لي تسلم ايديكي. احنا خارجين، رايحين على البحر يوم. قلت اعمل لهم بقى اكلتهم المفضلة اللي الكل بيعشقها، المحشي المشكل بطريقتي، بالخلطة اللي باعملها لكم بتحابيش طبعًا. جايبة لكم كل التفاصيل اللي ممكن تحتاجيها في إن أنتِ تعملي محشي. لو مبتدئة هاطلّعِك perfect، هتعمليه المحشي ده وما فيش حد هيدوقه من إيدِك إلا لمّا يقول لِك عاشت الإيدين اللي لمست المحشي. طريقة سهلة وبسيطة جدًا، هنركّز بس في تكات بسيطة كده صغنونة، هي دي اللي بتفرق معانا في المحشي، هي دي اللي بتاخده في حتّة تانية خالص. طبعًا، المحشي ده أهم حاجة في السفرة المصرية، في العزومات، في الخروجات، في كل حاجة، بنعمله في كل حاجة. هو بيبقى محبوب أكتر في الشتا بس إحنا يالّا نبتدي الوصفة مع بعض. أنا كان عندي بصلتين متوسطين مع 8 فصوص توم، ضربتهم في الكبة ونحط البهارات بتاعتنا، اللي هي فلفل أسود، كزبرة، ال7 بهارات أو بهارات اللحمة، وكمون مع الملح. كل البهارات دي بنحطها على البصل والثوم وبنقلبهم كويس مع بعض. ناخد نص الخلطة دي بقى بتاعتنا ونقوم حاطينها ومقلبينها في الزيت. خد بالك احنا مش عايزينها البهارات تتحرق، احنا بس بنشوح تشويحة كده يا دوبك دقيقة بس. البهارات كده ريحتها تطلع وتملى البيت كده والشارع وكله كله كله يجي يقولك ايه بتعملي ايه. ساعتها بحط بقى المكون التاني اللي هو الطماطم. الطماطم طبعًا دي أنا غاسلاها كويس أوي وشطفاها وضربتها في الخلاط وباصفّيها زي ما أنتم شايفين، ده الخلاط أهو بننزّل منه الطماطم على طول. أنا نزّلت الطماطم قُلت يا ترى الكمية دي هتكفّي والّا مش هتكفّي، وبعدين رُحت مزوّدة شوية كمان، علشان خاطر إيه، طبعًا الطماطم لسه هتتسبِّك، أنتِ تحسّي إن الطماطم تقيلة، ده عشان القشر. هي مضروبة ومحطوطة بالقشر بتاعها، لو أنتِ بتحبّي إن أنتِ تصفّي القشر براحتك. أنا في اللي هو المحشي المشكّل ده باحطّه بالقشر. بس هنا بقى إيه، إن أنا قلّبتهم كويس أوي مع بعض، والبصل الحتت اللي من تحت كده أهو دمجتها شوية وهاسيبها إنها تغلي. طبعًا يا جماعة أهم حاجة رشّة السُكّر، السُكّر مهم عشان تعادل الحموضة، والملح إحنا حطيناه. بعد أمّا غلت جِبت النُص التاني من الخلطة بتاعتي وحطيتها زي ما أنتم شايفين على الصلصة، وهنقلّب كويس أوي ونسيبها بقى تتسبِّك براحتها. أهم حاجة إن إحنا نقلّب كويس أوي، أوي البصلة مع الطماطم اللي إحنا لسه حاطّينها، تقلّبيهم كويس علشان خاطر يندمجوا مع بعض. بعد كده إحنا هنسيبها، وطبعًا الملح بتاعِك، اضبطي الملح بتاعِك وسيبيها بقى. وطّي النار، خلّي النار وسط، ما تعلّيش النار علشان ما تتحرقش بسرعة وتتسبِّك بسرعة، خلّيها وسط. هنا أنا سايباها، طبعًا أنا سِبتها خلصت واتسبِّكت وسِبتها تبرد. أنا هنا عندي كيلو رُز غسلاه، طبعًا رُز مصري مغسول ومتصفّي كويس أوي، أوي. هاحط الصلصة بتاعتي وهاسيب جزء منه، جزء من الصلصة هاحتاجها لمّا آجي أسوّي المحشي، مش هاحط الصلصة كلّها. وابتدي إن أنا أقلّب الصلصة مع الرُز كويس أوي لحد أمّا يندمجوا مع بعض، يعني كل حبّاية رُز يبقى عليها صلصة لازم، علشان خاطر يبقى الطعم كده ظاهر وما يبقاش في رُز طعم فيه ورُز تاني لأ. هنا طبعًا أنا عندي الحباش، حزمتين من كل نوع، حابة تحطّي أنا باحب أكتّر الخضار، حابة تحطّي حزمة واحدة من كل نوع براحتك. أنا باحب إن أنا أحط إيه، حزمتين، بنكتّر الخضار بيبقى جميل أوي. باقلّبه كويس أوي، أوي مع بعض ونسيبها بقى. زي ما أنتم شايفين الحركة دي أنا قُلتها لكم في فيديو سابق، اللي هو الفيديو بتاع محشي ورق العنب. أنا باحب بعد أمّا أخلّص الخلطة بتاعة المحشي أعينها في التلاجة لمدة ساعتين، عشان خاطر المَيّة تتشرّب. هنا بقى أنا عندي المحشي، طبعًا عندي فلفل، كوسة، بتنجان. هنبتدي بقى نقوّر في البتنجان. زي ما أنتم شايفين البتنجان حلو وبيلمع وشكله مغري.
جبت المقورة، طبعًا أنتِ بتحرّكي إيدِك بتلفّيها وأنتِ بتقوّري، البتنجانة تلفّيها معاكِ، تحاولي بحيث إن ما تتخرمش، بالراحة. وهنا أنا عندي مَيّة وملح، المَيّة والملح فايدتها إيه يا جماعة؟ مَيّة وملح أول حاجة ما تخلّيش البتنجان عندِك يسوَد، تاني حاجة لو في نسبة مرارة بيمتصّها، بيمتص المرارة دي المَيّة والملح. فدي أنا التركة دي والدتي اللي قايلة لي عليها، بتعملها لمّا بتكون بتعمل محشي كميات طبعًا كبيرة، بتقوم جايبة طبق وحاطة فيه كمية المَيّة بالملح دي وتبدأ تقوّر وتحط في المَيّة وملح، هتلاقي إن بيطلّع لِك أي مرارة وما بيسودش وبيبقى معاكِ حكاية، ده أنا على طول باعملها دي. بنقوّر معانا البتنجان كلّه، طبعًا أنا مش هاخلّيكم قاعدين البتنجان كلّه، أنا باورّيكم بس واحدة بواحدة، المبتدئات اللي هُم لسه داخلين مطبخ جديد. إحنا بنقوّر البتنجانية بتاعتنا بالراحة، بتدخّلي المقورة بتاعتِك في البتنجانية وتبتدي إن أنتِ تلفّيها بالراحة، ما تخلّيهاش جلدة كده لأ، خلّي بالراحة حبّة بحبّة لمّا تطلّعي كل البذر. بس أنا هاكمّل بقية البتنجان ونتجه للكوسة. طبعًا أنا كوسة بانجرها كده نَجْر بسيط، طبعًا الكوسة يا جماعة بتاعة المحشي لازم تتغسل كويس جدًا، 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 لازم يبقى عندِك حاجة تغسلي بيها الكوسة، لإن دايمًا بيبقى فيها رمل، فتنقّعيها وبعدين تغسليها كويس أوي. أنا هنا زي ما أنتم شايفين باقوّرها زي البتنجان بالضبط، بس البتنجان طبعًا بنرمي قلبه، لكن الكوسة أنا باعين قلبها، أنا باحط قلبها تحت في الصينية في الحلة اللي هاعمل فيها الكوسة، بيبقى طعمها جميل على فكرة. باقوّرها كويس، الكوسة بتاعتي أنا باحب يبقى فيها نسبة لحم، ما باحبهاش تبقى رقيقة أوي، باحب يكون فيها شوية من اللحم، بيبقى طعمها جميل. حاجة في المحشي أنا باحبها الكوسة. هنا أنا قصدت إن أنا أعمل كده إن أنا أخرم لكم واحدة عشان أبيّن لكم أنا حصلت معايا كتير من كتر أمّا كان الكوسة بتتخرّم منّي، والدتي ما كانتش بتخلّيني أعملها، لحد أمّا طلعت لي الفكرة دي، كل أمّا الكوسة تتخرّم منّي أجيب حتّة من القلب وأدخّلها كده، تضبطي المقاس، تدخّليها، مش هتبقى سليمة 100% وما حدش هياخد باله إن دي كانت مخرومة، عملتها كتير. طبعًا هنا عندنا الفلفل، الفلفل ده جوزي بيموت فيه هو والعيال، فلو هاعمل كيلو بتنجان وكيلو كوسة لازم أعمل منه كيلو ونص فلفل عشان بيتخانقوا عليه. هنا أنا عندي طبعًا الفلفل بتشيلي القمع بتاعه دوّة وبعدين بتشيلي البذور بتاعتها وبتبقى كده خلصتيه. الفلفل يا جماعة الفلفل ده بلدي، البلدي بتاعنا اللي بيبقى مسكر كده لوحده، ده أجمل نوع فلفل تعمليه في المحشي. الأنواع التانية حلوة وكل حاجة، بس ده بيبقى طعمه مختلف، بيبقى مسكّر كده وجميل، لا، لا، لأ، بيبقى مختلف جدًا، جدًا في المحشي، بالذات المحمرة دي، يعني طعمها بيبقى خطير يا جماعة، بنتخانق عليها والله. هنا طبعًا اللي اتبقى من الفلفل مطرح أمّا كنت باعمله ما سِبتوش، وطبعًا ورق الزبدة يا جماعة أنا متعودة دايمًا أحطه، بيوفّر عليَّ غسيل حلل. وبيوفّر عليّا لزق المحشي من تحت، باحُط ده بيوفّر عليّا حاجات كتيرة، باشيله كده وعلى طول الحلة ما بتاخدش في إيدي دقيقتين، وابتدي بقى إن أنا أحشي معانا الفلفل. يا جماعة الفلفل حاولي إن أنتِ ما تكبسيهاش، سيبي لها فراغ كده عشان خاطر أمّا الرز يستوي ياخد مكانه، ياخد مساحته، ونبتدي إن إحنا نرصّصها. هاعمل بقى بقية المحشي، بقية قصدي الفلفل، وهاورّيكم الحلة في الآخر. زي ما أنتم شايفين أنا باحاول إن أنا ما املاهاش على الآخر، شايفين في فراغ أهو، علشان الرز أمّا يستوي ما يطلعش برّه الفلفلاية. هنا بقى أنا خلّصت خلاص الحلة بتاعتي، زي ما أنتم شايفين اللون بتاعها خطير طبعًا والطعم مش قادرة أقول لكم أخطر بكتير. هنبتدي بقى نخش في البتنجان. طبعًا البتنجان زي ما أنتم شايفين أنا قُلت لكم بعد أمّا قوّرته وقبل أمّا أحشيه، رُحت شايلاه من المَيّة وملح، ورُحت شاطفاه من الملح، ورُحت مصفياه وجيت على طول علشان أحشيه، على طول، على طول ما تسيبوش عشان ما يسودش منِّك، على طول بابتدي إن أنا أحشي كده البتنجان معايا، تبتدي إن أنتِ تدخّلي بصابعِك، تحشي وتدخّلي بصابعِك، وتدوسي كده على البتنجاناية
تلاقيها مفرغة عشان لما يجي يستوي الرز يبقى ياخد مساحته معانا. وتبتدي كده توقفي البتنجانية معاكي كده، وقفيها بطول الحلة. اهو بوريكم واحدة انا بدخل الخلطة وبدخل صبعي جوه المحشي عشان تخش الخلطة. هنا انا خلصت خلاص البتنجان خالص، اهي بعمل اخر واحدة معاكم. اهم حاجة اهم حاجة، وبعدين تنضفيها كده من الرز وتدوسي عليها عشان خاطر تعرفي هي يعني متكدسة من جوه ولا يعني مفرغة. تدوسي عليها تلاقيها مفرغة، دي انسب حاجة عشان الرز يستوي براحته. كده انا خلصت خلاص البتنجان، هنخش في الكوسة. هنا الكوسة معايا انا بحب احط زي ما قلت لكم في الحلة من تحت قلبها وباكله، ده بيبقى طعمه خطير. انا هجيب لكم اول واحده اللي هي اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اللي انا خرمتها وحطيت فيها قلب الكوسه. صدقوني والله ولا حد اخد باله، انا معتمداها لان بتتخرم مني كتير الكوسه. هبتدي بقى ان انا اكمل بقيه الحشو. الحله عندي طلعت واطيه شويه، او الكوسه عندي مش كتير، فاضطريت ان انا انيم الكوسه كده زي ما انتوا شايفين، ما وقفتهاش نيمتها. هنا بقى طبعا انا كنت سالقه فراخ وعندي شوربة الفراخ، أي شوربة عندك مش هتقولك لأ، شوربة بط، شوربة لحمة، كوارع، أي حاجة. الشوربة اللي موجودة نحطها. وطبعا الصلصة اللي قلتلكوا إن أنا مبقياها، حطيت معلقتين كبار من الصلصة دي، وشفت لو محتاجة أزود، وطبعا دقتها لقيت إن هي محتاجة ملح، رحت مزودة نص معلقة ملح. الملح في الخلطة وفي الشوربة تبقى محدقة سنة بسيطة، يعني مش تبقى مظبوطة، تبقى محدقة سنة بسيطة عشان تسوي الرز ويطلع الرز حدقه مظبوط. ما طبعا احنا حاطين في الخلطة ملح، والملح بتاع الشوربة هيظبط الدنيا، بس الملح اللي انا حطاه في الخلطة بتاعت الرز مش ملح محدق. يعني لو الملح بتاع الخلطة حادق معاكي يبقى الشوربة قللي الملح، لكن لو الملح بتاعها قليل زودي ملح في الشوربة. يعني حاولي تظبطي المسألة دي. وابتدي ان انا اوزع الشوربه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، بوزعها على الكوسه وعلى البتنجان وعلى الفلفل. خدوا بالكم ان الكوسه بتنزل ميه، يعني شايفين الشوربه اللي انا حطيتها وهي نزلت كمان ميه. زودتهم، واول لما يغلوا معاكي وطي عليهم، خلي العين وسط عشان احنا مش عايزينهم يتقطعوا مننا. هنا بقى التركايه دي اللي بتخلي المحشي في حته تانية، انا كانت والدتي بتعملها بالليه الضاني، بس طبعا الليه الضاني هتبقى تقيله علينا دلوقتي. فمكانها ناخد مثلا 4 معالق زيت كده، كل حلة تاخد لها معلقتين، يقدح الزيت معاكي ويطلع دخان، تبتدي ان انتي تنزلي على المحشي بتاعك. خد بالك عشان بيطرطش، شايفين بيطرطش ازاي؟ خلينا بالراحة، نعمل بالراحة. حاولي على كل كوساية او كله تنزلي الزيت كده، بيدي طعم ونكهة جميلة جدا. انا نزلت على الكوسة بتاعتي، نبتدي نعمل الباقي. الفلفل والبتنجان طبعا بيبقى الطعم خطير جدا يا جماعة والله. طبعا لو عندك ليا ضاني طبعا حتة تانية خالص، هتودولك في حتة تانية خالص، بس اللي هي الضاني تحب الشتاء يبقى احسن بتدفي كده. هنا انا بحط زي ما انتوا شايفين ان الزيت قادح وبيطرطش، اخلص حاجة حلة براحتي كده واعمل عليه، شايفين؟ وبيدي لمعة للمحشي بتاعنا خطيرة جدا، تحسي كده ان هو جاي من بره مش انت اللي عاملاه في البيت. انا خلاص حطيت وكده، انا خلصت معايا. هو اول لما تلاقيته قعد يغلي 10 دقايق كده، حطيت الزيت بتاعي ووطيت عليه وسبته بقى براحته لحد ما الرز بتاعنا يستوي. وزي ما انتوا شايفين احلى محشي ممكن تاكليه في حياتك. جربي الطريقه دي مش هتندمي صدقيني. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه عشان الفيديو ده يوصل لاكبر كم من الناس يتفرجوا عليه، واللي ما يعرفش يعمل المحشي يتعلم منه ويكون سبب
إن هو يعرف المحشي والكل يشكّر فيه. يا جماعة الحاجة لمّا الناس بتعرفها بتبقى مبسوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.